بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تحدثنا في الدرس السابق عن ظاهرة من الظواهر السلبية اللي تضر الإنسان الفرد، وتضر الأسرة، وتضر المجتمع، وهي الشائعات. الشائعات المبتوتة التي لا أصل لها. نفقند باللي الشائعة ثبنا في الكذب، والكذب يحرمه ربي سبحانه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه يرضو ينسلم هذه ذي الجبان، بل كان يسوى خيرا الصفات والهوارة، ولكن يقفيلا يوثن الصفة أتيلي سي الصفات يقسعي نسلم ذا شوت الكذب. ونفقند باللي الشائعة من قرن كل الإشاعة كا يزمر أتدور رمضان بنادم، أتدور ثواشلت الأسرة، أتدور المجتمع. يزمر يروى وال ذي فرق يربى بس دميس، أذي فرق يري ماس ذي الليس، وذي فرق يرقص مطوثيس، وذي فرق ير الجار ذي الجاريس، يرو حبيب ذو حبيبيس إلى آخره. ونفقد في الأخير بلي العلاج شرع سيدي ربي. العلاج كثير، ولكن أهم حاجة ذيوث الله يغيد نغرى سنين عند يقال ربي عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا، خاصة المؤمنين، الصفوة المختارة، الخطاب التشريف هو قاذ يمنا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تحققوا ثريب ديون الخبار، ماشي الخبار دي يفغن غادي ينشر. ممكن استخدمني مثلا ذي الخسارة، استخدمني مثلا ذي الخصومة، ذي النزاع، زرع الأحقاد إلى غير ذلك. لذلك ربي سبحانه وتعالى فتبينوا تبينت تحققت، ماشي الخبار دي يسال تمنض، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يزمر بنادم هذه ضور وياض الشائعة يقس الخبر يقول الصحراء، ولكن دام دايما تستسدم بعد دام تستسد ثمديث. الموضوع بس أكيد غيوثن ظاهرة يشد النار، ظاهرة يثم زواروث ذا شوت ظاهرة الخصومة. ثريث مثلا أقلق ذي الدونيث سم خاصة من يمذانا، سم خاصة من رقاس مطوث، إلى الخصومة لا. ولكن الخصومة كنقارن العلماء نند باللي الخصومة خطأ كسائر الأخطاء، ذيوث الغلطة. أما الغلطة الثياب إذ يدين النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، يعني كثير الخطأ وخير الخطائين التوابون. المخير ذوقا ذي غلظن ذوقا ذي ثوفن فرات المسألة. ولكن يتمثل الخصومة يزمرتي لي ما كدنيغ ذيوث النتيجة من الشائعات، الخبار ورنصحارة، الخبار ونلارا تيذت يزمر ذي الحو أن يوض أن يخدم الخصوم. أما كدنيغ ذي البداية يزمر ذي مخاصان فافاس دميس هاتا الخصوم، يزمر ذي مخاصان فافاس ميس ذي يماس، أرقز مطوثيس، الجار الجاريس، مداكل ذو مداكليس إلى آخره. يزمر لو كان نحوس نحقق ذي تمثالت
أن في السبة من الخصومة ياكيني السبة الشائعة خبر ونفنا في الصح ونلا تيدت، ولكن إمثالا فنان فلاس مواقف، وهذا لا يجوز شرعا باش الإنسان يبني موقف حاسم ذكيوث المسألة ونفنا في الصح. طيب بلا ما طول غاية مثل المقدمة، الخصومة غنزع يتساوي تصل المضرات طاس نزمر دنيني المضرات مزواروث إفساد الود المحبة إلى يري مذانا أتروح السبة الخصومة. يزمر كذلك توض الخصومة ألما يعني قطع صلة الرحم يونا ذي يزم يارس ذي منيس ربما توض الخصومة ألما يوث الدرجة ولاش لا الزيارة لا اللقاء لا المعاملة كل شيء يزم. ونشتاقي تزرم كامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسحر من الشياقي ثورة نهضرة في قاعد تساوي الوالدين سنة اسمي سر دار العجازة نغمي قارن دور الرحمة يميث غاف الرحمة لو كانت دار الرحمة وتسيلار دور الرحمة خاطر مزيك هي مغاردي شفان ذي لايف ثورة ما يلي ونورسالة الدريا لأن الدريا من الدريا الأحفاد ما ولاش لانو قال سيد وراني يعني ثامو سنين ما ولاش ياك كامل ثافاميل ثام قران ما ولاش كامل ثلاثة دارث استني ذي العيب يون بمغار نغيوث تمغار في دارث أتجمع دارث ثايض خاطر زيش خدم الميزان الشياقي سيدي فالور إلا دي المجتمع ذي القيم توزن عند المجتمع تعصم المجتمع من هذا الشقاق من هذا النزاع من هذا الخلل. ولكن يثبتنا قراقي الوقت لا حول ولا قوة إلا بالله يكتب ربي سبحانه وتعالى شرق مذانا الحقيقة بعد ما ذيروي ذمن ماشي ذي مطاون مردي في الوالدين الدار العجزات نسقسية سين الراوي ذي الحيين الراوي ذي خداما سعان الجهد أغران فهمن ذي خداما ولكن ذكرنا ذاكي ذي دار العجزة بظنوية ظالمين ذي العواشر ولاش زيارة أما ذي رمضان أما ذي المولود أما ذي العيد ولاش لا الزيارة لا سلام لا كلام وربما بعضهم يتمادى يبضر المنكر قرآن أدي سوف غفاس سي دار العجزة أسيستني الكاغض أدي جفذ يذريمن وثير سمكانيس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك يثبت الحقيقة نكوني ذين في قول ذي الدونيث أنا وصف ربي عز وجل الطاعة الوالدين يجعل ربي سبحانه بعد طاعة ربي سبحانه زرما كل آية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا جوست أبري ربي سبحانه ذي الوالدين إما الخصومة يكثيريت خصومة ذيريت خاصة المسيل مع الوالدين خاصة ثلاث مثل ثقيض المضرة ثم زواروث إفساد الود ثم زواروث في السناث قطع العلاقات قطع التعامل منع الزيارات يبدا ما يزمك الخيوط يرس لوكاذي خصم ورشتاقي ذين ولقبل لا ربي سبحانه ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ثلاثة أن الخصومات تساوي مذان باش أد يمير السيئات خاطر كل ما تكون الخصومة كلما الخصومة مدعاة لحصد الآثام والذنوب بقدر ما الخصومة لا بقدر ما الذنوب لانت إما من جهتين من جهة واحدة على الأقل يزمر ولا سنين كينيش الجهة يخاطئ يا خويا المخاصم كل واحد في حده ولكن شبالك يبض الإيماني كار الدرجة يقولك يحبس وتخدم ضرر الذنوب ذي الحقيس. ولكن الطرف الثاني لادفيرسير بين قوسين المقابل يزمر نتا دياوي الذنوب ثم قرانين مادام الخصومة لا لذلك يثمثني مزورة يخدم اللجان الصلح تجمعيث يثدرث وقيل الشغليس فروثي لوفا وزر ما يتماثل بلا من يعني الوقت يضيق للاسف الشديد النصوص كثيره دي فقين ذا شو يسوى الصلح. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسقسث يونس صحبي كما يروي الحديث حديث ابي الدرداء إناس يا رسول الله إناس هل ترى نسي سنينان إناس ألا أخبركم النبي عليه الصلاة والسلام يسقسن الصحابة إناس ألا أخبركم
يعني درجة يفهم سواء يفهم درجة الصيام والصلاة والصدقة. يعني ذيون الخير ذا القرآن الناس كون يدخبراغ ما كون يدخبراغ سيوث الخدمة سيون العمل يقس عن درجة يفن رمضان صيام تظليث أكل صدقة ناس بالا يا رسول الله خبر غد إنايس إصلاح ذات البين وين راه يصلحن يرسين ينوغن يرسين مخاصما يسعى لجر ذم قران ذم قران ذم قران ذم قران لا جرى دياويسي الظليث أرا دياويسي رمضان أرا دياويسي الصدقة يزمر في دياوي سواشو سل إصلاح يصلح بين الناس. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. هناك أحاديث كثيرة في نفس السياق في نفس الموضوع. من غدر القرآن الكريم يتمثل أتصل الآيات منها في سورة الأنفال الآية رقم 1 ينادى ربي سبحانه عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلى آخر الآية. يوم رغد ربي ثمزور التقوى أقذف ربي وخدمة الإصلاح يراون خطر يتمثل العبذور نقذر ربي وري قبل الصلح يمغارني الشم ذي ثلوفا نروح نريو ناس نفكار بالخير ثم ما يسعى الخوف ربي ذقوليس أدي يفك الخير والسيفن الخير وريساي ذمن ما كنقارن السيفن الخير وردي تسجاري ذمن السيفن تاع الخير ما يخليش الدم ما يقطعش مع انتهى لو كان يجي واحد ليك بالخير ممكن تتنازل عن حقك ينحولك من حقك أو قطعوا من حقك ولكن بلا ما يسيل الدم معناه بلا الألم بلا ما تتوجع بالرضا أصلا كذاك سم خنوي ذا جنوي. لذلك يتمثل يون ما إلا يسعى الخوف ربي ذقوليس ما راسي ظل الفلاني في كاغد الخير في كاغد الخير دي فك الخير الفلاني في كاغد الخير ميد في كان الخير يخصيمن يسهل الحال يسهل الحال أتمصالحا يرسن هذا مصالحا بسهولة ما في كان الخير ولكن ودي ساكن الخير ذوني ساعان تقوى ذقوليس ودي تساقوى ربي يزرع دياسي ونواس أنا وصف ربي سبحانه عز وجل ويا سعدك يا فعل الخير. لذلك يثمثنا ربي سبحانه سيبور سبدا به بالتقوى إن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. التقوى ذنسثر دي يسر أمر الإصلاح وقي في سورة الأنفال الآية الأولى أنه قال في السورة الثانية عند دين ربي سبحانه عز وجل في سورة الحجرات الآية 10 إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أكن فغون لن يخصمن سيدي ربي وسني كسارة وصف الأخوة المؤمنون ذا ثماثا أي ثماثا رباط الأخوة الإسلامية ولا شام نتسع ولا هذا شو يشوفان كامل ياكل خيوط غير شاركين معاه مولانا النغ هذه يزمناك يوم القيامة اش هذه قيمة أي زمرة دياسي ونواس أرجاز هذا يرولس فافاس هذا يرولس كواراويس الراويس هذا يرولس الوالدين نسن ثيما تسرولس كواراويس أرجاز هذا يرولس مطوطيس ثم طوطيس كوارجازيس وهكذا ياكل خيوط الدونيث ذاك كان الدونيث ذي الآخر أغدي قيميون الرباط المقدس وهو رباط الأخوة في الله بس ذي ما ذي الإسلام ذي ما في الله سبحانه وتعالى. ربي إنما المؤمنون إخوة فالأخوة بمنطق القرآن واجبة. هذه الخلاف معليش قال غادي الدونيث معليش يكون خلاف ولكن مادام نعلم ذا ربي سبحانه مهد شوف التمهيد في الآية سورة الأنفال إذا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. سيدي ربي يدي السرق قوله والنقص التقوى الخوف الربي باش نفك الصلح نفك الخير. وذي الآية سورة الحجرات الآية 10 إنما المؤمنون إخوة باش دي زيز جولة والنغ وذي السرق قولة والنقص تيهمات في الإسلام ومن بعد الناد فأصلحوا بين أخويكم مثل مسين وثمثن ونمخلفا كشمث جارسن سالخير إلا قد تسوي مجارسن الخير أي ثمثن الكذب ذيريث ولكن يجوز في 3 مواضع منها
يجوز باش تسكدفض باش تسلكوض يرسل يمذانا تهضرك تمطوط فرقاليس أين خسران السيوضة سين يلهاني ورقازيس إنا صدقار تمطوطيك ذك ما شاء الله إثقاريهم برقاز ولا شو ثي الشبان تسكدفض ولكن يجوز والعكس صحيح يرث مغار تسليث وتزرام لا حول ولا قوة إلا بالله في الأوردر دو جوري انت مغاري نيفان ما رقي من تكاوي جرسنت طبعا لا أعمم الحكم ذا مغارين هضرت في 30 في 30 هضرت في مغارين إلى آخره إلى آخره ولكن يثمثن أولي خسران أول ديري فيريث ما يفهم ذا في السوادر في السوادر خير باش هذه الزض الخير باش تصدر الشر جرسن لذلك يثمثن ربي مدينا في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الأمر بالصلح والآية الأخيرة في سورة النساء الآية 114 ينادى ربي سبحانه عز وجل لا خير في كثير من نجواهم لا خير يعني المناجاة مناجاة اثنين أو ثلاث يعني المناجاة السرية بين الناس لا تجوز هذه النجوى لا خير في كثير من نجواهم إلا استثناء من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وشوف الآية عامة ماشي غير المؤمنين حتى بين الناس مطلقا أو نرى يخذ من الصلح يري مثلا الخذ ما يقيس على جرذم قرن سيدي ربي عز وجل أخيرا مثلا نسعى بعض القيم بين قوسين اللي ماهيش صحيحة في الحقيقة ما تفضيونا سين خدم الصلح قال ذيك ما ناخذ الجاري كايني لا لكن كذا ركاز نكساغ النيف أنرز ولا نشنو إلى آخره وللأسف نقلاو أن تاكل أمور أماكن ثيرو قزا ذاقي ثلا في الحقيقة ثيرو قزا ماشي لا هذا النظام وين كني السمحن ذوني ذا ركاز وين كني زوارني يرزر كماس يرزر كماس تفضيل إذا سيضل الفاني روح زور ديما كني خاطي أشي ماشي نكراي شنون أضرزا ولا شنو صافي كذا ركاز نسى ذا ركاز نكني خاطي ثيرو قزا ماشي ذا ثلاث مثل لا وين راي يسمحن ذوين ذا ركاز ذوين راي جن ذوين يجنجان وين يجان يجنجان ثيرو قزا ما كان دينا دناني مزورة شباحة بورقاز ثيرو قزا شباحة متمطوط زلحية ثيرو قزا ذي الخير ثيرو قزا لعب ما يرزي إجماس ثيرو قزا ذوين راي زوين السلام ذوين راي قبل الصلح تساقي ثيرو قزا يديش ربي القرآن الكريم ذكيوث الآية من المؤمن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا غادي يفكر ربي ان شاء الله ثيرو قزا راه غينفع ذي الدنيث راه غينفع ذي الاخرث ويفكر ربي ان شاء الله الرايه هذه ذي الدنيث اجيني باش نربح الاخرث ان شاء الله سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم زدنا ايمانا وتقوى ويقينا ومحبه والفه وسعاده اللهم خذ بايدينا اخذ الكرام عليك اللهم اصلح ذات بيننا اللهم استر العيوب واغفر الذنوب وألف بين القلوب اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين